من الحاجات اللي بقت موجودة في مجتمعنا عادي إن الراجل يذبح لمراته القطة، وإنه لو ساعدها في البيت يبقى مش راجل ومش مسيطر وهي اللي راكباه. والدراما صورت إن الراجل هو اللي لما يدخل بيته الكل يخاف ومحدش يطلع نفس، وبقى هو ده القدوة اللي بيضرب وبيزعق في مراته. سيل بقى من الانتقادات والكلام اللاذع لو حد قال إنه بيساعد مراته في البيت، مع إن لو المفروض نقتدي بحد يبقى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله، يعني بيخيط لبسه وبيصلح حذائه بنفسه. وفي حديث تاني: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. فسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته ولقاهم بيعملوا أي حاجة، بيطبخوا أو بينظفوا، كان بيساعدهم. فانت تقول انا ما اعملش حاجه في البيت، انا راجل، الراجل راجل والست ست، وما اعملش شغل الستات. لان الكلمات مترسخه جوانا من واحنا صغيرين، بتطلع البنت لما بتبقى ام وتشربها لابنها. لو اخدت لحظه للتفكير قبل ما تفكر كده، سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام كان اشرف الخلق، وكان بيساعد اهل بيته وكان بيعاملهم بموده وحب. ده انت لو عملت زيه كده هتفضل تاخد حسنات كتيره قوي. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه.